السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم الطيور، انا بنزل يوم وصفة على الباجور، على باجور الجاز، ويوم عن الطيور. شوفوا بقى، انا هقول لكم معلومة مهمة جدا عن الطيور. بصي، مهما حطيتي من وصفات، مهما عملتي كل حاجة، نظفتي وده كله، مفيش حاجة هتكبر الحاجات دي قد المعلومة اللي انا هقولها لك النهاردة. نظفي وروقي واعملي وحطي وصفاتك، ده كله ماشي، حاجة من الأساسيات. بس أكتر الأساسيات اللي أنا هقولك عليها النهاردة، وأكتر حاجة هتكبر معاكي الطيور، المعلومات اللي أنا هقولك عليها النهاردة دي. أنا بصراحة طلعت النهاردة لقيت الطيور برضو مش عجباني. يا جماعة، البرد والله العظيم مفيش، مش رحمنا بمعنى أصح. طلعت بقى النهاردة الصبح، أنا طبعا بقالي يومين ما جبتش عيش، وده لسبب إن البطاقة مش كل يوم بتبقى معايا. فأنا وديت لإخواتي 60 رغيف، ولازم بقى استنى يومين 2 على بال ما تضرب لي البطاقة مرة تانية. الديوك بسم الله ما شاء الله بقت احجام حلوة كويسة، علما بان الدجاج ده بلدي بلدي، يعني ما فيهوش شعرة هجيني. وخلي بالكم، قلتها لكم مرة قبل كده، لما تيجوا عشان خاطر تجيبوا الدواجن لو عايزينها للبيض، افضل حاجة بصراحة هي البلدي عن تجربة. يعني جربنا الهجين، وجربنا الساس، وجربنا الفيومي حلوة وجميلة. انا عندي في وسط الفراخ دي سبحان الله فرخة، يعني نسبة الهندي فيها عالية جدا، سمرة ما فيهاش حتى الرجول سمرة. فعايزة تربي احسن حاجة للتربية بصراحة هي البلدي، هي اللي بتستحمل معاك الصيف والشتاء والربيع والخريف، يعني كل المواسم، الاربع مواسم بتتحملها معاكي. بس الصراحة الشتاء اصبح يعني قارس جدا. يعني الشتاء حقيقي تعبني انا شخصيا. وسبحان من يحيي العظام وهي رميم. الداجن الرصاصي في الابيض دهوت، يعني انا كنت بقول هيموت، لحد دلوقتي ما ماتش، سبحان الله. اللي هو نوعه فيومي، ده غير البلدي اللي عندي. يعني دول كانت حاجة كده، كنت انا جايباهم في مرة تانية وحطيتهم بقى مع الفراخ البلدي. لما تجيبي فراخ ما تحطيش فراخ على فراخ، وما تحطيش بط مع فراخ، لا، لازم تستني. لو هتحطي فراخ على فراخ استني على الاقل يكون اسبوع. واوعي تحطي البط مع الفراخ، لان البط نفسه تقيل وما بينفعش. بص، انا ما كانش عندي بقى العيش النهارده، فحطيت الصبح شيشه، وقلت اخر النهار اما اطلع لهم باذن الله احط لهم عليقه، لان هما بيوصلوا في سن كده ما شاء الله بيكبروا يعني. وكل ما الحاجه بتكبر كل ما بتبقى يعني محتاجه اكل اكتر ومصاريف زياده. واحنا كمان قدامنا شهرنا همت وداخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم الأيام دي بخير.
طيب هي ايه بقى المعلومة اللي انتي هتقولها لنا؟ لازما ولا بد منها، ولا بد مهما عملتي، مهما حطيتي اكل كويس، مهما عملتي اعشاب، مهما كذا مهما كذا، مش هتغنيكي عن ان الحاجة لازما. بصوا انا هنا حطيت اهوت الدشيشة، نزلوا عليها كانوا يعني ميتين من الجوع. واهم حاجة، معلش خليني المعلومة دي هأجلها لكم، اهم حاجة لازم تأكلي مرتين في اليوم، ما تأكليش مرة واحدة وتقولي أكلك شبعة، لا غلط. طب والحاجة المهمة قوي قوي اللي لازما ولا بد منها، تعرض الحاجة للشمس. لازما الحاجة تطلع من الأوضة وتسيب على السطح. أنا طلعت دخلت رغم إن أنا كنت منظفة وعاملة كل حاجة، لقيت برضو ريحة الأوضة مش حلوة، ودي أمونيا. الأمونيا دي مش حلوة على الفراخ. طلعت هنا برضو نظفت السطح وكنسته سريعا سريعا كده، وقلبت بقى انا خفت بقى من الشل من الخشبي ده، لان هو الطيور تطلع عليه بصراحة، وتطلع عليه بقى معناتها تنط عند الجيران وتحصل مشاكل مع الجيران.